السلام عليكم. كيف ما كيعرف الجميع زيت البلديه طلعات في الطوندونس وقالت البطاطا والمطيشه والبصله والدجاج واللحم انا اللي غادي نحكم السوق هذا العام. وبالمناسبه ديال موسم جني زيت الزيتون هذا الفيديو درتو لاي واحد باغي يشري زيت بلديه مليحه، غادي تعرف الفرق في الجوده ديال الزيت وكذلك الفرق في الثمن. غادي نديروا واحد المسابقه جائزه ديالها هي 50 لتر ديال الزيت، قيمه ديالو 5000 درهم. تبع معنا هذا الفيديو حتى الاخير باش تعرف الطريقه ديال المشاركه والعدد ديال الفائزين. معكم ناصر صديق، مستشار فلاحي ومدير الاكاديميه الفلاحيه، اول مؤسسه مختصه تكوين فلاحي بالمغرب. اذا بغيتي تشري الزيت بلديه تكون مليحه خاصك تعرف ان الجوده ديال الزيت كتحكم فيها ثلاثه ديال العوامل الرئيسيه. كاينين العوامل اللي عندهم علاقه بالفلاح، وكاينين العوامل اللي عندهم علاقه بالمعصره ديال الزيتون، وكاينين العوامل اللي عندهم علاقه بالمستهلك. وفي هذا الفيديو غادي نهضروا على اهم العوامل اللي عندها علاقه بالفلاح، والباقي غنهضروا عليهم في الفيديوهات المقبله. اذا عجبكم الفيديو بطبيعه الحال. الانواع ديال الزيتون اللي كاينه في المغرب، كاين الزيتون البلدي وكاين الزيتون الرومي. وفي هاد جوج ديال الانواع كاين الزيتون اللي كيعطينا الزيت، وكاين الزيتون ديال التصبير، كاين الزيتون ديال الزيت والتصبير في نفس الوقت. اللي مهم عندنا اليوم هو الزيتون ديال الزيت. بزاف ديال الناس كيقول لك بان الزيت ديال الزيتون البلدي احسن من الزيت ديال الزيتون الرومي، ولكن ما عارفينش علاش وكيفاش. هذا الشيء علاش خاصنا نعرفوا اشنو هما المؤشرات الحسيه والفنيه اللي كتحكم في الجوده ديال الزيت. غادي نهضروا على جوج ديال المعايير مهمه. المؤشر الاول وهو الحموضه، المؤشر الثاني وهي الفينولات. اشنو كيعني هذا الشيء؟ كيعني الزيت اللي كتكون مزيانه نسبه الحموضه كتكون فيها نازله ما بين 0.1 و 0.8%، وهذه هي زيت الزيتون البكر الممتاز الاكسترا فيرج. اما اذا كانت النسبه ديال الحموضه ما بين 1% حتى ل 2%، هذه هي اللي كتسمى زيت الزيتون البكر الاكسترا. وهذا الشيء كيعني انه كل ما طلعت النسبه ديال الحموضه الجوده ديال الزيت كتنزل، وبطبيعه الحال الثمن كذلك حتى هو كينزل. ومن بعد غنشرح لكم كيفاش كنتحكموا في النسبه ديال الحموضه. المؤشر الثاني وهي الفينولات، وهي مجموعه ديال المركبات مضاده للاكسده. كيعني ان هي مجموعه من المواد الطبيعيه اللي كتكون في هذا الزيت هذه، واللي كتحمي الزيت من الاكسده وكتخليها انها تصبر مده طويله في عمليه التخزين. كاين الزيت اللي كتصبر معك العام كامل، وكاين الزيت اللي كدوز 3 شهور حتى ل 6 شهور وكتبدا تبدل في اللون ديالها او المذاق ديالها او الريحه ديالها، وكيحسب لك بان هذا الزيت مغشوشه. لا، وانما النسبه ديال الفينولات في هذا الزيت هذه قليله. من بعد غنشرح لكم كيفاش نتحكموا في هذه الفينولات في الزيت ديالنا. بالنسبه للاصناف ديال الزيتون اللي معروفه في المغرب، كاينه البيشولين المغربيه وكاينه المناره والحوزيه. الفرق بيناتهم هو ان البيشولين المغربيه مثلا كتحتاج 5 سنين على الاقل باش تعطينا الغله، وكتخضع لواحد النظام ديال المعاومه، يعني عام كتعطي الغله وعام لا. والنسبه ديال الزيت فيها كتعطينا ما بين 8 حتى ل 15% في القنطار، واللي كتبقى واحد النسبه قليله. ولكن الجوده ديال الزيت طالعه لان النسبه ديال الفينولات كتوصل حتى ل 440 ملغ كل كيلوغرام ديال الزيت. هذا الشيء علاش الزيتون ديالها غالي. اما بالنسبه للاصناف الروميه اللي معروفه في المغرب، كاينه البيشولين ماشي المغربيه ديال فرنسا، بيشولين دلونغدوك، لاربيكوين ولاربوسانا ديال اسبانيا، كورونوكي ديال اليونان، الفرونتيو اللي مشهوره في ايطاليا. هاد الاصناف الروميه بحال لاربيكوين ديال اسبانيا هي الشجره اكثر انتاجا في العالم، وكتعطي الغله ابتداء من السنه الثانيه، والنسبه ديال الزيت ديالها كتوصل حتى ل 25% في القنطار. اشنو كيعني هادشي؟ ان تكاليف الانتاج كتقام رخيصه والانتاج تيكون كبير، وهذا الشيء اللي خلى بزاف ديال الفلاحه يستثمروا فيها. كيعني بان النسبه ديال الزيت غادي تكون كثيره، ولكن الجوده
ديالها غادي تكون نازله مقارنه بالزيت ديال البلاد، لان النسبه ديال الفينولات ما كتفوتش 220 ملغ كل كيلوغرام. يعني اذا شريتي هذا الزيت اليوم من هنا 6 شهور غادي يبان لك انه بدا كيتبدل اللون ديالها اولا المذاق ديالها اولا الريحه ديالها، يعني ما غاديش تبقى بنفس الجوده اللي شريتيها في النهار الاول. اذا الفرق ما بين المؤشرات ديال الزيت ديال الزيتون البلدي والزيت ديال الزيتون الرومي هو اللي كيخلي الفرق في الثمن والجوده كذلك. المشكل اللي كاين حاليا هو ان الانتاج ديال الزيت في المغرب 70% من الانتاج تقريبا هو انتاج ديال الزيت الرومي، هذا الشيء علاش الثمن ديالها تيكون رخيص، و30% ديال الانتاج فهو الزيت ديال الزيتون البلدي، هذا الشيء علاش الثمن ديالها تيكون طالع. وباش يكون واحد التوازن ما بين الجوده والثمن، الاغلبيه ديال الناس اللي كيخدموا في المعصرات او لا في هذا المجال هذا كيخلطوا ما بين الزيتون البلدي والزيتون الرومي. وهذا التخلاط ديال الزيتون ولا ديال الزيت ماشي عيب، وانما خاص هذا المستهلك يعرف اشنو النوع ديال الزيت اللي كياكل، واش هي زيت بلديه ديال البلاد او لا زيت بلديه روميه او لا زيت مخلطه، باش كل واحد يشري الحاجه اللي يقدر عليها. واحد من النقطه اخرى مهمه بالنسبه للفلاحه، الجوده ديال الزيت كتختلف على حساب المنطقه، لان كل منطقه والظروف المناخيه اللي كاينه فيها بما فيها الحراره، الرطوبه، النوع ديال التربه، هاد العوامل كلها كتاثر على الطياب ديال الزيتون، يعني اشنو هو الوقت اللي غادي يوجد فيه الزيتون باش نجنيوه. كاين اللي كيجني قبل ما يطيب الزيتون، وكاين اللي كيجني حتى كيطيب بزاف، بينما احسن مرحله اللي تقدر تجني فيها الزيتون ديالك هي المرحله اللي كتكون فيها اكبر كميه ديال الزيت في الزيتون، وفي نفس الوقت احسن جوده ديال الزيت في الزيتون. حيت اذا بغيتي تركز على اكبر كميه ديال الزيت في الزيتون الجوده غادي تطيح، واذا بغيتي تركز على احسن جوده في الزيتون الكميه ديال الزيت غادي تكون قليله. وبطريقه علميه نقدروا نقولوا انه اذا جنيتي الزيتون قبل ما يطيب، هذوك الفينولات المضادات للاكسده النسبه ديالهم كتكون قليله في الزيت، اما اذا جنيتيه بعد ما كيطيب بزاف لا كونسونطراسيون ديالهم كتبدا تقلال، وهذا الشيء اللي كيخلي الزيتون ديالنا ما كيصبرش بزاف والجوده ديال الزيت كطيح والنسبه ديال الحموضه كتطلع، وما كيبقاش عندنا زيت الزيتون البكر الممتاز. اما الطريقه ديال الجني حتى هي مهمه، علاش؟ لان الزيتون اللي كنجنيوه باليد ماشي هو نفس الجوده ديال الزيتون اللي كنجنيوه بالماكينه ولا كنضربوه بالعصا، والزيتون اللي كنجمعوه في الصندوق ماشي نفس الجوده ديال الزيتون اللي كنجمعوه في الخنشه، والزيتون اللي كيمشي للمعصره في اقل مده ممكنه ماشي نفس الجوده ديال الزيتون اللي كيدوز نهار كامل ولا يومين 3 ايام عاد باش كيمشي للمعصره، لانه كيتعرض لاكبر نسبه ديال الاكسده. كنتمنى تفهموا هذه المعلومات كلها اللي هضرت عليها واللي عندها علاقه بالعوامل اللي كتاثر على الجوده ديال الزيتون عند الفلاح. اذا عجبكم هذا الفيديو باقي الجزء الثاني اللي كيتعلق بالمعصره ديال الزيتون، والجزء الثالث اللي كيتعلق بالمستهلك. بالنسبه للمسابقه ديالنا، وبما انك تفرجتي في هذا الفيديو حتى الاخير وكبرتي بيا الله يكبر بيك، كنتمنى تكون استفدتي شي حاجه جديده من هذه المعلومات. هذه المسابقه غيربحوا معنا 10 ديال الناس، كل واحد غادي يربح 5 اطرو ديال الزيت، قيمه ديالهم الماليه 500 درهم. الشروط ديال المسابقه سهله، اول حاجه غادي تخلي لنا اعجاب على هذا الفيديو في الصفحه الرسميه ديال الفيسبوك ديال الاكاديميه الفلاحيه. ثاني حاجه غادي تبارطاجي هذا الفيديو في الفيسبوك ديالك باش يشوفوا اكبر عدد ممكن ديال الناس ويستافدوا من هذه المعلومات. ثالث حاجه غادي تكتب لنا تعليق واللي غادي تهضر فيه على اي معلومه كتعرفها عندها علاقه بزراعه الزيتون او لا الانتاج ديال الزيت، والناس اللي غادي يحصلوا على اكبر عدد ديال الاعجابات في التعليقات ديالهم هما اللي غادي يربحوا معنا الجائزه. بعد نهايه المسابقه من بعد اسبوع على النشر ديال هذا الفيديو غادي نتواصل مع الناس اللي غادي يربحوا وغادي نعلنوا على الفائزين وغادي توصلكم الجائزه ديالكم حتى للدار. شكرا على المتابعه ديالكم، مع السلامه.